يا صباح الفل يا حبايب قلبي، يا صباح الورد، صباح القشطة، صباح العسل، صباح كل حاجة حلوة يا حلوين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا زي ما انا كمان وحشتكم. انا عارفة ان انا وحشتكم. حط احلى لايك بقى لاختك ام الاء ليوميات نهى رزق ومنوعات نهى رزق على اليوتيوب. وتعالوا بقى يا حبايب قلبي اما نشوف مع بعض حصاد الفول الصويا. طبعا متابعيني الحلوين حبايب قلبي اللي متابعيني كانوا معايا وانا بجمع الفول الصويا اللي هو الاخضر ده يا جماعه، اللي انا كنت بصوره لكم في الارض. جبناه بقى يا حبايب قلبي، طلعناه على السطوح فوق، نشرناه لمده 15 يوم. بقيت خايفه قوي لحسن الدنيا تشتي عليه. المهم يا حبايب قلبي ربنا سترها معانا والحمد لله ما ضيعش تعبنا، والجو بقى حلو خالص لحد ما نشف كده على خير. وفردناه، وبقى جبت بقى كده المقشة زي ما انتوا شايفين معايا يا حبايبي كده، وبلمه وبقى لا بقى جايب الخشبة وعمال بقى ايه بيضرب فيه كده. احنا كنا العصر يعني بعد العصر بساعة كده احسن حاجة، يعني الشمس تقوم كده يعني تروح من عليه، تعملي يعني تدقيه كده واحنا زي ما احنا بنعمل كده يا حبايب قلبي. تمام. علشان بيبقى ناشف. فشوفوا بقى ابو علاء عمال يضرب عليها اهو بالخشبة وهو بيفرد بقى، بيفرد كده بقى ايه بسم الله ما شاء الله. ده اسهل طريقة لحصاد الفول الصويا يا حبايب قلبي. احنا طبعا السنة اللي فاتت كنا اول مرة نزرعوه، بس تعبني جدا. انا اللي عملته لوحدي، بقيت جبت كده الشجرة وبقيت اخلع منها بالقرن برضو وهو ناشف. احنا جبنا الشجر كله ما جمعتوش في الارض زي السنة دي كده، لكن واحدة على واحدة واحدة كده احنا بنتعلم. احنا يا جماعة بنفضل نتعلم لحد ما نموت. لا بتقول لكم باي باي، وحط اللايك يا حلوين، حط اللايك يا قطاقيت، والله اللايك ببلاش مش بفلوس. لازم نتعب علشان ناكل لقمتنا بالحلال. اه والله ما في احلى منها. والتعب بيبقى بصوا زي العسل كده، خصوصا لما ربنا يرضيكي وتلاقي كده حصادك كده حصاد كده اللي انت عملتيه بايدك بيرضيكي وحاجة حلوة كده. تمام يا حبايبي. اهو يا حبايب قلبي انا بقى عماله بكنس، والغربال ده بقى لا بقى شاريهولي جديد. انا قلت له مش هجيب غربال اي حد، انت تجيب لي غربال علشان انا ما بصراحه ما بحبش اجيب حاجه من حد، فالحاجة تبقى عندي أحسن حاجة كده. الغربال ده يا جماعة بصوا والله مش حاجة، يعني بأكلة سمك أو بحق فرخة بيضة الواحد يستغنى عنها ويجيب حاجته في بيته. تمام ولا ايه يا حلوين؟ تمام يا حلوين. قعدت بقى كده لميت شوية عشان اقعد بقى اغربل كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. السطح ده بتاع جيراننا يا جماعة، احنا بيتنا اللي قصدنا هناك ده اهو. احنا طبعا مستأذنين منهم الاول. انا بقى كده قعدت اهو كنست كده شوية وقعدت اعمل بقى اللي انا عملته دهوت. وبقى لا بقى قاعد جنبي احنا كده اهو يا حبايب قلبي، اجيب بقى اقول له اديني الغربال اهو. بسم الله ما شاء الله. الشوية دول يا جماعة جابوا لنا حوالي 50 كيلو، حلوين قوي قوي. الكيلو بيتباع بره ب60 جنيه. فانا طبعا مش هخزن ال50 كيلو كلهم يا جماعة، انا كفاية عليا قوي في حدود 10 كيلو كده، لان انا بفرم اللي بفرمه وبسلق اللي بسلقه وبحطه كده اكياس في الفريزر. وبحط منه على اللحمة اللي انا بعصقها، بعمل منها مكرونة بشاميل جلاش، بعمل منها بص كل حاجة. الفول الصويا يا جماعة غذاء كامل متكامل في كل جميع انواع الغذاء. ادخلوا كده بس على جوجل واكتبوا فايدة الفول الصويا، مش هتستغنوا عن اكله والله العظيم. كده يا حبايب قلب اهوت. وعلى فكرة يا جماعة برضو بتعمل منه العلقة بتاعت الفراخ والبط. الفراخ اللي هي لسه طالعة من البيضة شايفين بقى، علشان تقدر كده تقف على رجليها، بيتعمل منه العلقة دي اهو يا حبايب قلبي اهو. ممكن كمان لو عندنا طيور صغيرة، بس اللي احنا طبعا داخلين على الشتاء فانا ما بربيش طيور في الشتاء، ان كنت اجيب مثلا شوية فراخ بيضة كده جنبي وخلاص. الفول ده ندششوه، وعلى فكرة العرش ده انا مش هرميه، انا هدششه برضو للبط. مش هنرمي اي حاجة، كل حاجة فيها فايدة. اهو يا حبايب قلبي شايفين الفول بقى عامل ازاي، بسم الله فرفط كله على الارض.
واللي هو الفوق ده يا دوب كده بنوشوه بيطلع بكل سهولة اهو. تمام يا حبايب قلبي، بص بقى على قلبنا زي العسل. انا خلصت حوالي يعني ما بين المغرب والعشاء. ابو لا بصراحة قال لي تعالي ننزل وبعدين نيجي بكرة، قلت له لا انا مش بحب امسك الشغلانة، اخلصها كلها من اولها لاخرها. جاب لي لمبة فوق على السطوح ولحد ما خلصت اهو يا حبيب قلبي. ايه رأيكم بقى؟ بصراحة يعني الواحد لما بيشوف الحاجة كده قدامه بيبقى منبسط. ربنا بيكبر بخاطرنا، ربنا يكبر بخاطرنا كلنا يا رب يا حبايب قلبي كده وربنا كده يديم المعروف ما بيننا يا رب، اللهم امين يا حبايب قلبي. فالايام دي يا جماعة مش عايزة قاعدة، اللي يطول يعمل اي حاجة بالحلال ياكل منها عيش هو وولاده يعملها. تمام. تمام يا حلوين. حط اللايك بقى لو الفيديو عجبك يا قلبي. ايه رأيكم بقى في حصاد اختكم ام الاء وفي زرعة اختكم ام الاء اهو يا حبايب قلبي. اهم حاجة ان ابو الاء اشترى له غربال جديد. حط لايك بقى يا قلبي. يومياتنا رزق على الفيسبوك ومنوعات.